عمالين يهاجموه. الاخ شوبير امبارح عمال يتريق عليك وعامل لك تقرير تريقه. طبعا كلمت الدكتور محمد ابو العينين وقلت لجميع الزملكاويه ممنوع تاني من فضلكم اللي انا اقدر عليهم اللي هم عندي، بقول للزملكاويه من فضلكم ممنوع مداخلات مع شوبير، ممنوع حد شوبير يستضيف، لانه قاعد يتريق على نادي الزمالك امبارح حسين محمود ويسخر منه ويفتح تليفونات. احنا عارفين التليفونات بتحصل ازاي، خد بالك، مسخره على النادي ونسوان تخش تتريق على الزمالك. اللي هيتريق على الزمالك هقطع له لسانه. كلامه سياده المستشار، اخبار في فريرة ايه؟ في فريرة تجديد امتى؟ تجديد العقد امتى؟ نعم، اللي هيتريق على الزمالك هقطع له لسانه. كلامه واضح؟ لا طب حقك. الزمالك ويسخر من الزمالك هقطع له لسانه ايا كان لسانه ده بقى. عشان ايه؟ اي حد يحترم نفسه. حضرتك عايز تنتقد مجلس الاداره تحت امرك، قول لي صفقات فاشله تحت امرك، الفريق مش عارف تحت امرك، منشات تحت امرك. هتتريق وتتمسخر على الزمالك امسح بكرامتك الارض ايا كان اللي بيتكلم واقطعه له لسانه. قول لي بقى فريرة، اتكلم عن فريرة. هجددوا له العقد امتى؟ انا راجع اهو في الطريق. هبقيت الميلاد في اسكندريه وراجع بكره ان شاء الله في القطر عشان اتقابل. دلوقتي الطريق ده طويل جدا جدا جدا، فباخده على مرحلتين. انت عارف برضه السن والذاكره يا استاذ محمود. هقعد مع الراجل بكره ان شاء الله. هو بقى عنده فكر معين، هو مش عايز يقعد معايا الا لما يحسم الدوري والنقطه اللي خلصت. وده انا بحترمه فيه. يعني انا بعد ماتش النصر حبيت اقعد معاه فقال لي لا خلينا الاخر. فانا كلمت اسماعيل دلوقتي، لكن بس اللي انا عايز اقوله لك ان في ولد اتعور النهارده من نادي الكونغولي، الولد اللي اصطدم بالشناوي اللي اتغير في الاول. استاذ محمود. استاذ محمود سامعني؟ انا سامعك يا سياده المستشار، سامعك. الولد ده اديت تعليمات، هو طبعا اصابته يمكن جسيمه شويه، يتم معالجته على نفقتي انا الخاصه. الله يبارك لك، لان دول ضيوف عندنا. الله يبارك لك. بالك. واحنا بنكسب فرق وبنكسب دول. احنا المغرب طبعا لما سلمان دبسوا في ايفونا قلنا لا مش هنعمل مشكله مع نادي الوداد المغربي ولا شعب المغرب عشان لاعب.